يا صديقي المتابع، شغلك في الوظيفة او شغلك في انك انت تبقى حر نفسك، الاتنين فيهم مجهود. سواء انك انت هتدي مجهود في شغل في وظيفة، او انك انت هتدي مجهود في شغلك الخاص، الاتنين بيدوا مجهود. ولكن اختلاف المجهود اللي موجود في الوظيفة معروف انك انت في راتب اخر الشهر. لكن المجهود اللي انت بتبذله في شغلك الخاص هو معروف انك انت اول حصيلة ليك زبون، اول حصيلة ليك العميل بتاعك بيبقى عاملك على طول. وتاني حاجة انك انت ليك مكان هو بيجيلك فيه، ليك تليفون هو بيكلمك من خلاله. الطريقة المشتركة ما بينك وما بينه هو الشغل اللي انت بتعمله. فانت بتعمل الشغل وبتحاسبه عليه. بتبدأ انك انت بقى من ناحية بعد ما بتحاسبه بتبدأ تطور من نفسك، تبدأ تكسر قرش في اتنين في تلاتة عشان تطور من نفسك، غير لما بيكون في الوظيفة. فلما يكون الواحد دماغه انه هو عاوز يبقى غني وعاوز يبني غنى ويخلي نفسه في وفرة وفي رفاهية، في شخص بالنسبة له الوظيفة هتحقق له ده، خصوصا لما يكون شغال في مجال تأمين او مجال مبيعات، والراجل ده بياخد عمولة. فالعمولة دي بتخليه ان هو بيدخل دخل كويس قوي يخليه ما يفكرش يسيب الوظيفة، فتبقى حياته متيسرة. بعكس واحد تاني موظف، مش الموضوع مش ماشي معاه كده. واحد تاني موظف الموضوع ماشي معاه انه هو لازم يروح الشغل ولازم يتعب في شغله ولازم يسهر في ايام كتير ويسهر في ليالي عشان يعمل اضافي، عشان يزود على المرتب بتاعه، عشان يحس ان هو ماشي في حتة انه بيدفع الالتزامات بتاعته. فمش كل واحد شغال في شركة مرتاح ماديا، ولا كل واحد عنده عمل خاص مرتاح ماديا. امال ايه؟ الموضوع بيبقى في انك انت عندك من الفرص ومن الحاجات اللي انت مهيأ ليها في حياتك وفي ذهنك، وايه الحاجات اللي انت بتعملها مطلوبة بتساعد انك تعمل قرش اكتر. حتى لو انت موظف او انك انت مش موظف، انت راجل عندك شغلك الخاص بس بتعرف تعمل حاجات تخليك تكسب زبون واتنين وتلاتة وعشرة ومليون. فهنا الموضوع ما بيكونش انك انت لازم تسيب الوظيفة عشان يبقى عندك شغلك الخاص عشان تقدر تعمل فلوس. لا، انت ممكن يبقى ما عندكش الوظيفة وما عندكش شغلك الخاص، بس قاعد على النت طول الوقت وبتعمل فلوس. فهنا لا انت موظف ولا انت صاحب مكان، ولكن انت عملت حاجة مختلفة تماما على النت، على الكمبيوتر، على النت. فمش كل الطرق، مش الطريق بتاع الوظيفة ده اللي هو اللي يشترط ان هو هيوصلك للغنى، ولا طريق العمل الخاص ان هو شرط انه يوصلك للغنى. القصة في ان انا بقتنص الفرص. في فرص بتيجي بقتنصها. في واحد فرصته ان هو يبقى شغال في شركة مرموقة بمرتب محترم ومستحمل الوقت اللي هو بيروحه في الشركة سواء 8 ساعات او كده، بس بقيت اليوم بتاعه وعنده مرتب مغطيه بزيادة. في واحد تاني صاحب محل او عنده محل وعنده شغل كتير جدا مغطيه، وعنده شركات وعنده عقود كتير ماضيها مع ناس، فمخليه في دخل بيخش له كل شهر مغطيه. فكل واحد بحسب رزقه اللي هو ساعة في رزقه قد ايه بيقدر يحصل على النتيجة اللي هو فيها. ومش كل الناس زي بعض في موضوع المرتب، ولا كل الناس زي بعض في حتة ان هو ده فلان عشان موظف مش عارف يعمل فلوس، او ده فلان عشان صاحب مكان مش هيعرف يعمل فلوس، او هيعرف يعمل فلوس بس بعد وقت. لا، مش كل الناس زي بعض، الناس كتير مختلفة عن بعض. في ناس بتعمل فلوس كويس قوي وبتعرف تعمل فلوس بطريقة سهلة جدا، بتعرف تعمل فلوس بطريقة سهلة ومتيسرة جامد قوي عن طريق النت. مش ان هو ينزل ويروح للعميل، ولا ان هو ينزل يروح الشركة. لا، الدنيا بتبقى متغيرة، وطالما الدنيا اتغيرت بتبقى انت بعقليتك بتتغير عشان تقدر تتأقلم على الجديد. لو مش هتتأقلم على الجديد هتبقى زي الناس اللي بتعاني وبتقول الظروف وبتقول الشغل والأسعار. واكب الأحداث الجديدة، عشان لما تواكب الأحداث الجديدة تبقى انت عندك من المقاومات اللي تقدر بيها تستغل الفرص اللي بتجيلك. فلما تستغل الفرص اللي بتجيلك هتعرف تعمل فلوس. وده كان كلام النهارده، طولنا مع بعض شويه، ولكن كان لازم افصل في الموضوع ده. ان مش شرط يبقى انت عندك شغلك الخاص اللي هيخليك توصل للغنى، وممكن يبقى انت عندك الوظيفه توصلك للغنى، وممكن لا ده ولا ده،
وانك انت تشتغل على الانترنت مدة طويلة على حاجة انت بتبنيها توصلك للغنى. فانت بحسب ما انت الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي انت بتشتغل عليها كتير دي تقدر انت بيها توصل للغنى. يلا نهاركم زي الفل.